السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ انا احب اقول لكم ان اي قصة والله العظيم والله وعزة جلالة الله بتكون صح. ما تجيبش حاجة من الخيال والكلام اللي بتكون صح ومعمولة، بس ممكن تكون بقالها اسبوع اسبوعين، فانا باخدها بروح ايه، يعني او صحابي او اللي حواليا من جنبي او كده، وبعد كده ببقى اشوفها تاني على النت. انا بشوفهم الحكايه اللي انا هقولها بقى ممكن تكونوا انتوا شفتوها ممكن لا. من البنات، من البنات المدلعه، بنت عندها 18 سنه، حلوه شويه يعني. أم قامت حبت واد بتاع توك توك، بتاع كتكوت او توك توك، ما اعرفش اسمه بيقولوها ايه. وانا ما بقصرش في بتوع التوك توك التكاتك، كل حاجه فيها الوحش والحلو. اي فئه فيها الوحش وفيها الحلو. في بتوع تكاتك برضو محترمين جدا، وفي بتوع تكاتك ربنا يهديهم بقى يعني. الدنيا حر ومش متحمله حتى الجاليه. وبعدين المهم ايه، الواد دون كل ما تيجي تروح مشوار ولا حاجه تروح طالباه، تعالى وديني تعالى جيبني، هي بنت. المهم ايه، قالت له ايه تعالى اتكلم عليا، ولا وانا عندي حاجه، وانا عندي شبكه ولا عندي شقه ولا ما عملتش حاجه خالص. قالت له بس تعالى. المهم لا قلت له ما عنديش حاجه اجي اقول للناس عليها. ربنا رزقها بشاب محترم. كلمة الاحترام أسهل من أي يعني أكتر من كلمة محترم، مؤدب وشيك و... يعني في مميزات نضيفة أوي. أبوها أعجب بيه جدا، أعجب بيه. إيه ده؟ المهم أبوها وافق عليه. راحت قالت للواد إيه ده، أبويا وافق على العريس اللي جايني. قال لها إيه، روحي اتجوزي، انا ما عنديش. طب انا هقول لك، انا اروح له واقول له تقعدي مع امي في اوضه. قالت له اقعد. راح لابوها قال له يلا 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 اتكل على الله امشي. المهم ابوها كمل الجوازه بتاعت الايه، الواد ده الراجل ده اتجوزته، وقعدت معاه 10 ايام في البلد بتاعته. بلد هنا يعني في مصر، في حته من الارياف مش هقول اسمها. قعدت 10 ايام، هو شغله في العاشر في رمضان. وراحت نازلين هي وهو بقى رايحين بقى شقتهم، وشغله بقى وحاجته بقى، في خلص بقى العرس بتاعه وكده، ونازل بقى لوظيفته وحاجته. قام قال لها احنا نموته وناخد الشقة انا وانتي، ونقول ايه ده، كنا سرقة ذهب يعني. قالت له في نفس اليوم اللي نزل في البلد، يوم 11 بقى، يوم 11 من الجواز يعني. راح المهم ايه، قالت له تعالى ايه اما تيجي من الشغل اروح نتمشى شويه، زهقت من القعده. هو الولد محترم جدا. لا مش حاضر. جه من الشغل لبسه، راح متمشين كده في الشارع هادي، وهي عارفاه طبعا. انا عارفه جابته من لما انت لسه نازله، بقى لك ساعتين ثلاثه في البلد. تعرفي الشوارع الهاديه مش من الهاديه منين يا بنت الصيعه. انا اسفه والله الكلمه غلطت بقى، يلا انا اسفه في اللفظ. وبعدين المهم راحت مسلطه الواد بتاعها، راح جالها في الشارع وجايب واحد معاه في التوك توك، وجايبين عصايتين. راحوا يا عيني نازلين على الواد على دماغه، ضربوه على دماغه، كسروا دماغه يا عيني، توفى. حسبنا الله ونعم الوكيل فيها. هي محبوسة الحمد لله، والولدين محبوسين. وراحت مدياله الذهب للواد ده بتاع التوك توك، قالت له خد عشان نقول ايه
ان دي سرقه، يعني ان الناس هجموا علينا وخدوا الذهب مني وموتوه، ونروح بقى احنا بعد كده نقعد في الشقه انا وانت بقى تحته. شوف شوف القوه. ده الشيطان لو عايز يتعلم يجي يتعلم مننا احنا. الشيطان الألاعيبه اللي بيعملها دي كلها احنا اقوى منه. يجي للحريم يعلموه. الحريم اللي هم الله يهديهم بقى، ناس محترمه جدا. في حريم اطيب من، مش عارفه اقول قد ايه، مؤدبين قد ايه، محترمين قد ايه. وفي دي حتى مش محاريم، دي كانت لسه يعني عيله تفكر بالشيطانه دي. المهم خد الذهب منها ومشي في التوك توك هو وصاحبه، على اسم ان هي ايه، هتقول للحكومه ان في حراميه جم خدوا مني الذهب وضربوا جوزي. فالحكومه قالت لا، ده مضروب من ظهره مش من وشه. لو كان حراميه كانوا ضربوه من وشه عشان هيشوفوه لسه، لكن ده. المهم عرفوه واتمسكوا الثلاثه، والثلاثه في النيابه. خدت ايه ولا خد ايه؟ اللي هو موته ده خد ايه ولا خد إيه؟ العيال طالعين يا ناديه وخليهم يسكتوا. ناديه افتحي للعيال. خد ايه او خدت ايه؟ افتحي يا ناديه للعيال. والله ما عارفه اكمل طالما العيال. وبعدين المهم ايه، اتحبست. خدت جزاها من الله. لسه طبعا ما هي في الحكم وكده، بس طبعا خدت. انت مش عايزاه، بتاخديه ليه؟ بتحرقي قلب امه عليه ليه؟ تحرقي قلب امه عليه ليه؟ وتنزلي شبابه في التراب ليه؟ عشان بنت مين وزفت مين؟ وانت لما كنت خاطبها مش حاسس بيها هي بتحبك ولا ما بتحبكش؟ مش لازم برضو الشباب برضو يصحصحوا شويه معانا. الشاب ده لو بيحب بنتي يتبه، هي بتحبه ولا لا؟ هي عايزه تعيش معاه ولا لا؟ هي راضيه بعيشته ولا لا؟ مش جواز وخلاص. الحكايه مش جواز وخلاص، لا. الحكايه ان هي تعيش معاه على لقمه بملح. دي الست اللي تعيش، دي الست اللي تعيش وتعمر. لكن الاشكال دي حسبنا الله ونعم الوكيل فيها. طب وراح قال لامه، قال لها ما بتضحكش لما اكون قاعد كده، ما بتطلبش مني حاجه، ولما اقول كلمه ولا حاجه ما تضحكش عليها. يعني انت حاسس اهو، انت حاسس بيها ان هي ما عندهاش طموح ليك، حب ليك. الحاجات دي مش الحاجات دي احساس، مش بالكلمه. مش هتقول لها حبيني هتحبك. بعدين يا شباب ما انتوا صحصحوا شويه. ايه لما اشوف بنت بقى ولا حاجه خلاص يعني خلاص، يعني هي دي؟ لا مش هي دي، لا مش هي دي. واخطبها وحسي بيها. لو شارياك وانت شاريها ماشي. الحاجات دي مش دي احساس. الحاجات دي بتبقى احساس. لو هي عندها احساس ليك هتعرفه انت، لو انت عندك احساس ليها هتعرفه. لكن مش اي كلام كده. وبعدين اليومين دول اللي انا بشوف في النت ان الناس اللي كتير قوي بقوا يخطفوا الاطفال الصغيره. ايه ده؟ كل واحده يا ريت اللي بتقف تجيب كيلو بطاطس ولا بتجيب كيلو بصل تقف تنقي وتنسى نفسها، والبصلايه دي صغيره والبصلايه دي كبيره، وتسيب لي الواد وراها عشان كيلو بصل ولا كيلو قوطه. ايه يا جماعه ده؟ احنا اللي بندي عيالنا للناس بايدينا. سوبر ماركت اول امبارح الست واقفه تكلم صاحبتها وسايبه الواد عنده 2 سنين، راحت اللي اسمها الحراميه بقى، ما اسمها حراميه اهو، بتشد الواد وماشيه، وناس التانيه صحصحت امه في ثانيه. ايه ده؟ راح بيه فين؟ هي جت على النت كذا مره. لو كانت خدت الواد ده كانت الاهل دي تفضل، كانت امه هتفضل لغايه ما تموت كده وهي قلبها مكوي ومحروق. ما خلاص هي موتت العيله كلها، موتتهم على بالحياه. ان ابنها ما تلاقوهوش خلاص ماتت بالحياه. لكن من نعم ربنا ان هي صحصحت اوام، شدت الواد من ايديها. طب وبعدين افرضي ان انا ما صحصحتش، عيل يتاخد وافرضي غيري ما صحصحش، ده ايه القرف ده؟
المفروض يبقى في كل حته كاميرا، في كل حته، في اي حته كاميرات، لان الكاميرات بتظهر وبتجيب الناس ديت اللي ما عندهمش لا قلب ولا رحمه ولا دين ولا ايمان. ده ايه ده؟ يعني انت تاخدي طفل تحرقي قلب عيله بحالها، تحرقي قلب ام الخايف ما تموت وهي ميت على ابنها. ليه وتاخديه تعملي بايه؟ توديه فين؟ بتبيعيه؟ طب طب والناس اللي بتحرق قلبهم دول مش موجودين خالص؟ مش محسوبين؟ حرام عليكم، اتقوا الله. لا يا رب، لكل اي واحده تيجي تاخد عيل من ضناه تتحرق قلبها على ضناه هي، عشان تحس بتعمل ايه في الناس، تحس قد ايه بيتوجعوا. مش بيتوجعوا، دول بيموتوا. بس بقى يا قليلة الادب كمان، والنبي صوتك احسن، صوتك واطي خالص، عليه كمان براحتك. بس انا يعني بقول كل واحده رايحه تجيب حاجه يا ريت تمسك عيلها في ايديها، يا ريت حتى ما تنزلوش خالص، تخليه مع اي حد وتنزل تجيب حاجتها وتطلع. ولو مضطره ان هي تاخد الطفل تصحصح له، تنتبه هو رايح فين، تنتبه العيل ده واقف في انهي حته، تنتبه العيل بيلعب فين. لكن تسيبه كده وتقعد وتتكلم مع صاحبتها وتتكلم مع جارتها وتتكلم مع اهلها ولا كأن عيل محطوط، والاخر التانيه تيجي تلمه وتاخده ونبدا نصرخ ونصوت ونعمل. بس فين طالما خرجت بيه خطوتين اتنين بره، قول يا رحمن يا رحيم على العيل. يا جماعه انا لازم نتقي الله ولازم، وانا عايزه اصحصح الشباب شويه، عايزه اصحصح يعني اصحى. اما يكون انت يعني عايز تتجوز، ناجيه اهجي، اما يكون عايز تتجوز لازم تشوف البنت اللي هتاخدها دي، لو بتحبك وشرياك خدها، بس يكون عارف انها بتحبك وشرياك. لو ما بتحبكش والله لو جبت لها عماره ما هتميل ليك، ولو جبت لها حته توك توك كده بس تغير وهي راضيه عنك بالدنيا كلها وما فيها. مش هم البنات كده؟ فانتوا مش يعني انتوا ناس في السوق وناس بتلف وناس الشباب يعني، والبنت دي مش عارفه ايه، والبنت دي تيجي انت تروح تجيب لي واحده تموتك بعد 11 يوم وامه عامله ايه؟ انا بعزيكي من هنا وبقول لك ربنا يبرد قلبك ويولع قلبها وقلب امها اللي هي ما ربنا خد حقه، ما تفتكريش يعني محبوسه هي والاستاذ اللي هو جابه التاني اتحبسوا. ان شاء الله ان شاء الله مش هيخرجوا. بس صحصحوا يا شباب بقى، صحصحوا شويه. اي واحد يلاقي بنت ما مش في المجال القعده بتضحك معاه او بتكلمه يعرف انها ما بتحبوش، حتى لو قالوا له هي موافقه. لا، لازم تحسها انت الموافقه دي بقلبك انت من جواك، مش موافقه وراضيه الله يا حبيبي. لازم انت اللي تقول كده، لازم انت اللي وانت قاعد كده انت راجل وفاهم انت بتقول ايه، تقتنع بك ان هي راضيه بيك حباك. كلمة الحب دي كلمة مش شوية، كلمة الحب دي كلمة مش عارفة أقول إيه، مش شوية يعني من الآخر، لكن مش عارفة أقول إيه يعني، مش عارفة أقول إيه، بس أقول ربنا يهديهم. البنت اللي ما بتحبش راجل النبي ما تاخدوهوش، سيبيه لأهله، سيبيه لأهله، تاخدوهوش. ولو واحد بتحب واحد بيحب بنت والبنت دي حابه واحد تاني، يبعد عنها على طول على طول، لانها مش هتريحه. وبعدين في الخطوبه والحاجات دي بيبان الحب من الكره في الخ... في ال... في ال... في ال... في في, في الخطوبه لمجرد ان هي بتقعد معاه بيبقى عارف ان كانت بتحبه ولا بتكرهه. محدش عبيط،
انا لما اقعد مع خطيبي هعرف ان انا قاعده مع خطيبي حباه، هنبقى في حبه كلام شيق كده، كلام رقيق، كلام قعده حلوه، بنهزر مع بعضينا ماشي. لكن لو ما فيش حب، اه، من قاعده كويسه والمالي فيا حاجه. طب انت بتضحكيش وكده، في حاجه تضحك ولا ما ضحكتش؟ طب انت راضيه عن الجواز يعني ان انا عادي، راضيه عادي. طيب انت مالك زعلانه ومتضايقه ليه؟ لا ابدا، مشاكل في البيت بس شويه، سيبها على طول وامشي. اوعى تضيع نفسك مع النوع ده، اوعى تضيع نفسك مع النوع ده. مش هكتر بقى كتير، لان بص انا لسه جلابيتي البيت اهي، لسه حتى جايه ما غيرتش بتاعت المجموعين. وربنا يستر على الولايه وعلى الرجاله، على الشباب وعلى الاطفال اللي عماله تتنام تتخطف. خطفت طفل اكنه خطفت البيت كله، هي ما خطفتش طفل واحد، هي موتت البيت كله. منهم لله، منهم لحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. يخطفوا ولاد الناس، عايزين ايه؟ عايزين يبيعوهم ولا عايزين منهم ايه؟ طب ربنا يحرق قلبها على ضناها. كل واحده تحرق قلب ام على طفل، يتحرق قلبها على عيلها وعلى صحتها هي البعيده. عشان هي مش حاسه ان الام دي حاسه بايه. هي مش حاسه، هي موتتها، هي موتت الام دي. تفضل لخية امها وما تموت هي متعذبه على ابنها. ليه؟ ما حرام. ليه بقى يعني؟ بعدين بنرجع نقول ايه؟ من اهمالنا. من اهمالنا. اقف انا بقى اشتري البطاطس قوطه بقت ب 18 جنيه، يا خبر ابيض. بصي ده كان مش عارفه ايه وكان ايه، واقفه بقى ايه تتكلم مع صاحبتها وتتكلم مع وعيلها بيتخطف وتت ايه وملوخيه ايه وقرف ايه. سيبي العيل، لو انت قاعده بقى تتكلمي وتدلعي وتقصعي سيبي العيل فوق، ما تنزلوش معاكي. سيبي مع جاره، سيبي مع اختك، سيبي مع اخته، سيبي مع اي حد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.